هناك ضيف عزيز جدا على قلوبنا جميعا، هو الفنان العراقي المغترب أمير العراقي في كردستان العراق. أهلا وسهلا بك أستاذ أمير. شكرا صباح. أنا طبعا بالبداية أشكر تلفزيون زاغروس التآخي القسم العربي، أشكر مقدم ومعد البرنامج طبعا الأخ العزيز صباح جو. احنا طبعا سعداء جدا بوجودك في كردستان اليوم بعد رحلة طويلة إلى السويد، يمكن أكثر من 22 سنة أو أكثر. أريد بالبداية تحدثنا أستاذ أمير عن هذه الرحلة، كيف كانت؟ هل كانت شاقة؟ شلون حسيت بالغربة وانت بعيد عن وطنك عن بلدك؟ والله بصراحة الغربة يعني صعب واحد يوصفها، لأن أنا أعتبر الغربة هي تدمير، وخاصة للفنان. أنا جيت من منطقة شعبية، جيت من وسط بغداد، أحمل العادات والتقاليد. أنا وسط بغداد من منطقة ساحة النهضة، محلة الكولات، وهالمناطق هاي أبو سيفين، الفضل، أبو دودو، المناطق الجميلة، باب الشيخ، الفضوة. فجيت وللأسف انصدمت بالخارج. وقت اللي طلعت بالخارج يعني واحد يكون بعيد فعلا، ما راح يشوف ذيك العادات والتقاليد. فعلى ما تأقلمنا، جت فترة يعني رادت فترة طويلة، يلا تأقلمنا ويا الجو. وما أقول تأقلمنا لأن لحد الآن احنا بعدنا نعيش الغربة هاي. أستاذ أمير، أريد تحدثني عن بداياتك. كيف كانت البداية؟ في أي سنة دخلت الفن؟ شلون كانت؟ هل كانت مصادفة أم كان حب أم كان شلون يعني؟ لا والله بصراحة الفن، هي مسألة الفن مو مصادفة، ما أعتقد تكون. أنا وأني صغير يعني أحب أغني وأحب المقام العراقي وأحب هالأطوار الجميلة القديمة. وبداياتي طبعا دخلت أنا بعد أن وصلت العمر، خلصت مرحلة المتوسطة، كنت طالب معهد دراسات نغمية الدورة الأولى. بس للأسف يعني ما توفقت وما قدرت أكمل، يعني تركت المعهد من أول سنة. وهاي المسألة بقت تحز بنفسي لحد اللحظة هاي. بس الحمد لله والشكر يعني عايش الحمد لله. زين، بعدها أنت يمكن تركت العراق ورحت إلى الغربة إلى السويد. فشلون كانت تكملة الرحلة الفنية هذه، المسيرة الفنية؟ بعدها والله فترة طويلة، لأن أنا تركت أنا طبعا الفترة اللي أنا عشت فيها كان شوية صعب واحد يمشي بهالمجال، مجال الغنى، وخاصة احنا من عائلة خلي ما نقول يعني متزمتة، بس يعني نوعا ما. فبديت اخذ طور المقامات، وحتى بديت بمساله يعني اخذت خط المرحوم مطرب المقامات العراقي الاول يوسف عمر، واخذت خط المرحوم عبد الرحمن خضر ومحمد القبانشي، ذول الاساتذه. اخذت نفس الخط، يعني بديت كمقام وبنفس الوقت اغني هالاغاني العراقيه. زين، تاثرت انت باهم مطربي المقام العراقي، فنقدر انه نسمع فد شيء بسيط لاي من الفنانين اللي تحبهم، يعني يوسف عمر ولا القبنشي ولا هيك دندنه بسيطه؟ والله دندنه بسيطه. نسمعك شيء الناظم مقام الصبا. نعم نسمعك ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا انتظرنا لان الجو هنا تغير علينا، احنا جينا من السويد، من بلد بارد، حراره صار تغيير بالمناخ 3 4 5 فعلا صار تغيير. وما اريد يعني ابدل يعني امشي بهالروتين مال صوتي تعبان، بس فعلا صوتي تعبان، لان من خلال الكلام يبين. المهم نستمر ان شاء الله. ان شاء الله. ناموا عين الصب كيف تنام، بالله ما صنعت بنا الايام. أرى النجوم ولي فؤاد خافق، مزجت بنغمة وجد الأنغام. يا بي وانا يبا هنا يرسايق المظون، وانا عزيز وخلفت بالقلب يا سيدي، وانا ويلا
نمت يا ساي العينين وانا حرام كان طبق جفن لي. الله الله الله، عاشت الأصوات عاشت الأصوات عاشت الأصوات. زين أستاذ أمير، أنت بالنسبة للغناء القديم يعني بقيت تغني بس قديم، ولا مثلا أكو أغنيات إلك خاصة بيك؟ غنيت أغنية طبعا اللحن يعني اللحن مو إلي، اللحن هو مسروق، خلينا نقول، خلينا نعترف من هسه أحسن من اللحن. هاي أغنية المطربة مهستي أعتقد، بس كلماتي عراقية والحان على نفس اللحن، فاذا تحب تسمع. هي هم اطربتنا بصراحه. الله يخليك، هي هم على الغربه ترى استاذ صباح، هم على الغربه. اسمع. يا مدلول يا حلو يلي ناسينا، يا مدلول يا حلو يلي ناسينا، قل ليش عجب ما تمر بينا، قل ليش عجب ما تمر بينا، وكنت سبب بلوتي انت سبب غربتي، انت سبب بلوتي انت سبب غربتي، واما نعم الله تذكرت بينا، واما نعم الله تذكرت بينا، ايه اما نعم الله تذكر وجانا، ومن بعد ما حيران خلانا، ايه اما نعم الله تذكر وجانا، من بعد ما حيران خلانا، وحيران بفراقته ومن شدة مودته، لا تخلي نار الفرقة تشوينا، ولا تخلي نار الفرقة تشوينا. أكيد يعني عندي للأخ وعندي للأم وعندي للأب أكيد. فأنت تختار براحتك يعني. نحن أخ صباح بس حبيت يعني ما تطرقت إلى مسألة جدا مهمة، وأنا آسف. أنا طبعا من الكرد الفعلية واعتز بقوميتي مثل ما بقية البشر وبقية العالم يعتزون بقوميات. طبعا تحياتنا لكل الأكراد الفيليين اللي بالعالم وبالعراق وفي كردستان. تعرضنا إلى التهجير من بلدنا ووطننا العراق، وصاروا بالاغتراب أهلي وأمي وخواتي وأخوتي وبقية أقاربي. فعندي أغنية للوالد، الوالد طبعا همنا حاليا الحمد لله والشكر، الله يعطيه الصحة والعافية، هو موجود بالسويد ويانا، والدتي كذلك. فتعرض إلى أزمة قلبية، واتصلت أنا بالفنان وبالشاعر الجميل عمار الوائلي، فقال لي أمير مو على بعضك عجب بالتليفون، كنت هو موجود بأمريكا، فقلت له والله والدي تعبان. بعد ربع ساعة اتصل بي قال لي أمير سويت قصيدة لوالدك ملحنة، وهاي انطاني اول اغنيه احب اهديها طبعا للوالد ولكل الابهات اللي موجودين، وان شاء الله الله يعطيهم الصحه والعافيه. فاذا تحب اسمعك منها. نسمع